ازيكم وكل سنة وانتم طيبين. تعال اقول لكم انا ازاي عملت من بواقي الرقاق اللي موجود واللي اتبقى من العيد احلى طاجن ام علي ممكن تاكلوه في حياتكم، احلى كمان من اللي بنشتريه بره، بحاجات بسيطة جدا ومكونات بسيطة، وبيطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده، غير ان طعمه وريحته ولا اطعم. المكونات عبارة عن 6 معالق صغيرة سكر، معلقة كبيرة سيحتها سمنة، كوباية ونص لبن، وحتة قشطة لو فايضة عندك حبة قشطة أو كريمة أو أيا كان بتبقى جميلة جدا لما تتحط على الوش وتديله الوش الجميل ده. وطبعا الرقاق اللي فاضل، بدأت كده أفضي الرقاق في الطاجن زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده رحت حطيت السمنة اللي أنا سيحتها. طبعا السمنة البلدي بتدي طعم وريحة مختلفة تماما، بس وبتقلبيهم علشان تخليهم يتخلطوا كلهم ياخدوا من طعم السمنة. وبعد كده حطيت السكر على اللبن، وهتقعدي تقلبيه كويس علشان المكونات تتخلط ببعضها كويس. وبعد كده هتحطي اللبن على النار لحد ما يغلي، علشان لما هنحط اللبن في الطاجن لازم نحط اللبن وهو سخن. وهنبدأ نصب كمية اللبن على الاتنين طواجن اللي موجودين عندنا، وكل ما كترتي اللبن في الطواجن كل ما كان طعمه أفضل وكل ما كان التكستشر بتاعه أحسن. هنحط القشطة اللي كانت موجودة عندنا، هنحطها هنوزعها على الاتنين طواجن زي ما انتوا شايفين كده، لأن هما دول اللي بيدوا الوش الجميل المحمر وبيدوا الطعم الخرافي اللي انتوا لو جربتوا الطريقة دي هيعجبكم جدا جدا جدا، وهتعملوها كل شوية لما يبقى عندكم شوية رقاق. طبعا انا ولعت الفرن قبليها، بس ولعته على الشواية من فوق، ما ولعتش النار من تحت علشان اللبن ما ينشفش وياخد بس اهم حاجة الوش اللي فوق. بعد ما ولعت الشواية حطيتها في الفرن، وبعد 10 دقايق بالكتير قوي بتطلعيها وبيديك الوش الجميل المحمر ده، وبيبقى مستوي وجميل جدا جدا جدا. وطبعا دي من الوصفات الحلوة السريعة اللي ممكن نعملها في الصيف، لان احنا ممكن نضيف عليه لو عندنا ايس كريم، ممكن نضيف عليه لو شوية مكسرات بتبقى جميلة، وطبعا لو عايزين نزود لبن على حسب الرغبة، وبيطلع بالجمال والطعامة دي بمكونات بسيطة جدا. ألف هنا وشفا عليكم، ويا رب تكون الوصفة دي عجبتكم، وأرجو متابعة للقناة ولايك لو عجبكم الفيديو. وكل سنة وانتوا طيبين، وتابعوني علشان تعرفوا وصفات تانية جديدة وجميلة ولذيذة. مع السلامة.